سلام للجميع، يا رب جميعا تكونوا بخير. حابة النهاردة إن أنا أتكلم معاكم عن مشكلة أنا يعني قريتها ووعدت صاحبتها إن أنا أتكلم في الموضوع دوت. فكان الحكاية كلها إن هي عندها 37 سنة، مش متزوجة. بس للأسف عدم زواجها دوت لأنها عندها عقدة من الطفولة. تربية مامتها ليها كانت تربية قاسية، وكانت دايما بتحسسها ان هي شخص مش حلو، دايما تقول لها انت وحشة، شكلك قبيح. حتى لما كبرت ووصلت لسن ان هي تدخل كلية جامعة وكده، قالت لها درسي جامد وعشان يبقى معاكي شهادة، علشان مش هيبقى ولا تعليم ولا شكل. فهي الزرعة داخلية داخلها ان هي شخص وحش، وفعلا ابتدى ده يتجسد على ملامح وشها. انا بتكلم ايه في الموضوع دوت عشان حابه ان انا اوصل رساله لكل الامهات اللي هم لسه بادئين مع اطفالهم او اولادهم او كده، ان الكلمه اللي انت بتقوليها لبنتك النهارده او انت بتقولها لابنك او بنتك النهارده، كانكم بتحفروا على حجر. عارفين يعني ايه؟ كانكم بيكبروا بيه وللاسف بيتاثروا بيه. الام لما توصل لبنتها ان هي شكل حد بشع، هي فعلا بتقتنع من صغرها. حتى لو هي حلوه، حتى لو كل الناس قالوا لها ان انت حلوه وجميله، مش هتصدق. دي حقيقه. وده اترسخ عليها، مش عدم زواجها من كده، اصل في ناس كتير شكلهم عادي وبيتجوزوا ومفيش مشكله، لكن هي داخليا في بلوك عندها. ابتدت ان حتى لما حد، هي تقول لما حد كان بيقرب كان بتكلمهم بتلشنه، يعني عشان بتحكم على نفسها قبل ما اللي قدامها يحكم عليها. بالظبط ده بناء على عقدها هي او جواها، لكن صح. ما هو احنا لو احنا حللنا اللي هي قالته، هو نتاج من مامتها، تربيه مامتها ليها. فقد ايه الامهات يعني احنا بنعمل في اولادنا اللي ربنا يسامحنا عليه. والله في امهات ربنا ما يسامحهم، عشان بيبقوا يا عيني بجد مبهدلين عيالهم، مبهدلينهم. حقيقي كنت مره منزله بوست عن الام، وبتكلم ان الام بتعاملك زي ما هي اتربت. فناس كتير دخلوا لي لا ما تقوليش كده، ما تحننيش قلبنا، لان في امهات بتبقى قاسيه في امهات مؤذيه فعلا. معاكم ان في امهات مؤذيه وامهات لا يصلحوا ان هم يبقوا امهات اصلا. بس للاسف رغم ان انت خلاص انت مخنوقه، انت بتتاثري بده للاسف. يعني يا ريت انت مثلا اللي بتضايق مامتها او بتكره مامتها او هي فعلا اللي عملته، يعني حقيقي المفروض يكون هو ده رد الفعل. بس للاسف رد الفعل بتاعك ده لامك بيتاثر عليك انت قبلها. يعني انت لو حتى قلتي انا بتضايق منها، انا كان عندي والله عميله حاله، وكانت بتقول لي، كنت بحاول يعني اتكلم معاها، عايزاها ان هي يبقى في تصالح بينها وبين مامتها. يعني مش شرط يرجعوا علاقه كده، لان الام كانت مدمراها فعلا، بس عادي تكون على الاقل متقبلها في حياتها. انا عايزه اقول لك، قالت لي انا ولا عايزه اكلمها ولا اصالحها ولا عايزه اعرفها، انا عايزاها في حالها وانا في حالي، مالهاش دعوه بيا. لدرجه يعني الام موصلاه ان هي حتى مش عايزه يكون في علاقه، مش عايزه يبقى في ازيك الله يسلمك ما بينهم. طبعا عندنا ناس رجال الدين حرام ومش عارفه ايه، مع ان يا جماعه انت بتحصدي حاجه هتلاقيها، تزرعي حاجه هتلاقيها. في بر الابناء، في بر الابناء زي ما في حقيقه. فالموضوع ده اصلا يعني من اساسه بنيجي احنا بنثقل على الابناء، لكن حقيقي بيبقى عندهم حق حقيقي. بس نرجع ونقول ان احنا مش هندخل حرب، وان احنا في الاخر بندور على سلامنا النفسي. ده حقيقي. فالشغل يكون على نفسنا بقى خلاص، هم عملوا اللي عليهم بالظبط. انت مش هتقدري تغيري الشخصيه دي، مش هتقدري تغيري اي شخص مؤذي في حياتك، انت ما عندكيش السلطه ولا الكنترول لده، لكن انت عندك السلطه والكنترول ان انت تغيري من نفسك انت حقيقه. فهو دوت اللي هتستثمري فيه. لما باجي اقول سامحي، مش قصدي تسامحي انت ترجعي العلاقه، يعني ان يكون بقى مفيش حاجه ان الام بقى معقوله تكون قاسيه بالسنين وفجاه هتبقى حنينه. لا، هي مش هتبقى حنينه. انا بسامح علشان انا من جوايا اكون مرتاحه، عشان الشخص ده لو عمل حاجه تاذيني او تضايقني انا ما اتاثرش. وده محتاج، هو مش سهل، بس محتاج ان احنا نشتغل على نفسنا، لكن مش صعب، مفيش حاجه صعبه. لا مفيش حاجه صعبه خالص، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. محتاج ان احنا نشتغل على نفسنا في الموضوع دوت. محتاجين ان احنا لما نسامح الشخص اللي قدامنا، احنا مش بنسامحه عشان نرجع العلاقه طيبه او يبقى في ما بيننا وصل وكده، لا، انا
بسامح علشان ما اكونش ماشيه وفي حاجه تقيله في قلبي ماشيه بيها معجزاني مخلياني مش عارفه اتقدم